السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام ديال قناه مشاريعك المربحه. فعندي موضوع جديد، شحال هذه ما درت لكم فيديو طويل في هذه القناه هذه، فاليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو في واحد الموضوع مهم ومهم جدا اللي هو جديد اليوم. فما تنساوش تابوناو في القناه ديالي وديروا زر لايك الى عجبكم هذا الفيديو هذا. وهذا الفيديو راه كيتعلق بالتعويضات العائليه ديال الدراري الصغار، ديال الناس اللي والديهم ما خدامينش او الوالدين اللي ما خدامينش، كيفاش يستافدوا من التعويضات العائليه هذه. وتابوناو في القناه ديالي باش يوصلكم الجديد. إذا اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، فالملك أو صاحب الجلالة الملك محمد السادس فأعلن أمام البرلمان المغربي أنه في نهاية هذه السنة هذه غادي يبداو الأطفال ديال المغاربة غادي يستافدوا من التعويضات العائلية. اش كنقصدوا بهذه التعويضات العائلية؟ فهي ديك 300 درهم اللي كيستافدوا منها جميع الأطفال ديال المغرب. إذا ما غاديش يبقى داك التيسير اللي كيتعطى في المدرسة ولا فهاد جميع دوك التعويضات غادي يتجمعوا، غادي يدخلوا في الخانة ديال التعويضات العائلية. يعني جميع الأطفال ديال المغاربة فغادي يستافدوا من هذيك التعويضات العائليه اللي المبلغ ديالها هو 300 درهم. يعني الا عندك ثلاثه دراري فغادي تستافد من 900 درهم، يعني 18000 ريال. اذا كل طفل غادي يتخلص 6000 ريال. اذا ابتداء من النهايه ديال 2023، يعني يقدر الشهر الجاي او الشهر ديال شهر 12 يعني ديسمبر غادي يبداو الناس في التسجيلات ديالهم. وما تنساوش تابوناو في القناه باش فاش تضغطوا وديروا داك تفعلوا داك جرس التنبيه مشات ليا سميتو، باش فاش يكون الجديد يوصلكم الفيديو، وفاش ندير الفيديو ديال كيفاش تستافدوا يوصلكم. اذا هذا الشيء هذا اللي كيخص التعويضات العائليه. فالخطاب ديال الملك كذلك فتطرق للفئات الهشه. الفئات الهشه هما الفئات الفقيره جدا اللي ما عندهم حتى شي عند معين وما عندهمش لا خدمه لا ردمه لا والو، او عندهم مسنين، او يعني هاد الناس هادو اللي ما فحالهمش. هاد الناس هادو فالدوله غادي تخصص لهم واحد الدعم مباشر غادي يوصلهم. يعني غادي يديو هذا الدعم المباشر، التفاصيل ديالو مازال ما عرفناش كيفاش، شحال ديال الفلوس ولا شحال القيمه ديالو. اذا ففي الخطاب ديال الملك اليوم فكانوا فيه جوج ديال الحوايج. اذا كانوا التعويضات العائليه اللي هي 300 درهم فجميع الاطفال ديال المغاربه، سواء باهم خدام او ما خدامش، او كان في السينيسيس او كان في الوظيفه العموميه، فغادي يستافدوا من هاد 300 درهم بحال جميع الاطفال المغاربه الاخرين. بالاضافه ان الفئات الهشه كذلك كما قلت لكم غادي يستافدوا من واحد الدعم مباشر غادي يوصلهم حتى لعندهم. هذا الدعم هذا باش يعاونهم على مصاريف ديال الحياه وعلى المصروف ديالهم اليومي. هاد الفئات هذو اللي غادي يستافدوا من الدعم فهم الفئات الهشه. شنو هما المعايير اللي غادي دير الدوله باش تحدد هاد الفئات الهشه؟ فمازال ما محددش داكشي. هادشي غادي نعرفوه من هنا فاش غادي يخرجوا البلاغات التنظيميه او المذكرات التنظيميه الكيفيه الاستفاده من هذا الشيء هذا. اذا ما تنساوش تابوناو عندي باش يوصلكم الجديد، وفعلوا هذاك زر الجرس باش فاش ندير الفيديو يوصلكم على هذه التعويضات العائليه وعلى هذا الدعم المباشر. وهذا الشيء هذا راه جديد، راه كاين او اعلن عليه الملك او صاحب الجلاله الملك محمد السادس في امام البرلمان المغربي اليوم 13 اكتوبر 2023.